وسط أجواء فنية مميزة، احتفى صناع الفيلم الإماراتي الكوميدي نسيم يوم الاثنين الماضي بانطلاق عرضه الأول، وذلك في فوكس سينما بمركز سيتي سنتر الزاهية. الفيلم من تأليف وإخراج حسين الأنصاري، كما يخوض النجم أحمد عبد الرزاق أولى تجاربه الإنتاجية في العمل، ويؤدي أيضا دور البطولة إلى جانب عدد من ألمع النجوم، أبرزهم حسن رجب وسلطان بن دافون وأميرة محمد ومحمود القطان وغيرهم. عدسة سينما 7 رصدت أجواء الاحتفاء وتوافد النجوم على السجادة الحمراء في هذا التقرير. ها شباب، لكل عشاق كوميديا الفن السابع يقدم الفيلم الإماراتي نسيم نكهة خاصة للسينما الإماراتية، فمن خلال يوميات الفريج المعاصر يطرح المؤلف والمخرج الإماراتي حسين الأنصاري ببصمته الخاصة أجواء وتفاصيل الأصالة الإماراتية بتقاليدها الراسخة، وهو ما عكسه العرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم، مقدما شكلا متفردا من الكوميديا الهادفة بتوقيع أدائي تمثيلي لكل من المبدعين الإماراتيين أحمد عبد الرزاق وحسن رجب، وبمشاركة كوكبة من النجوم الإماراتيين الشباب والعرب. فيلم نسيم فيلم اجتماعي كوميدي يتكلم عن حالة الفريج واخوانه اللي موجودين في الفريج، صاحب الدكان وعلاقته مع الكفيل. والحكاية تبدأ عبارة عن فيلم في عدة خطوط. في خط الشنطة اللي أنا ما أعرف شو فيها ولا المخرج ولا أي بني آدم، بناء على الفيلم أنه يكون جزء ثاني اللي هو سليمو ATM. الفيلم بطولة أحمد عبد الرزاق وحسن رجب، شيد إبراهيم ميرا، سلطان بن دافون، كوكومبي، إخراج وتأليف حسين الأنصاري. ولكن أنا أقول أبطال هذا العمل هي المجموعة اللي أنا اشتغلت معها كلهم، من طاقم الفنيين إلى الممثلين إلى المخرج. أنا أعتبر واحد منهم وفيهم، فما أعتبر أحمد عبد الرزاق هو بطل، هو نسيم، كلهم دول نسايم في هذا العمل. هي الفيلم يتكلم عن 3 خطوط منفصلة تماما تجتمع كلها في البقالة. فشفنا ان اكثر الناس اللي تفكر في الخطوط اللي هي يعني او اللي نقدر نخليها في الخطوط اللي هي الشباب، يعني لان انا عندي مثلا عصابه راح تسرق شنطه بشكل كوميدي، هذا موجوده من ناحيه مثلا الدور اللي يقوم فيها الشباب. فارتئينا ان اوكي ناخذ مثلا شوي من الشباب ونغير، نجيب اخونا محمد هشام من جمهوريه مصر، لان من ناحيه شوي نكسر اللهجه، نكسر الاسلوب، ما شاء الله معروفين اهل مصر بخفه دمهم. فقلنا لا، خلينا نستعينه معنا، وبالعكس كانت تجربه جدا جميله ان نحن نشتغل مع الشباب، ويستاهلون الشباب، ليش ما يستاهلون؟ دراما كوميدية جميلة خفيفة تناسب كل أفراد العائلة، وأتمنى أن ينيل إعجابكم. تدور قصة الفيلم حول رجل هندي يدعى نسيم، يؤدي شخصيته الفنان أحمد عبد الرزاق، وهو صاحب دكان محبوب من أهل الفريج الذين عاش بينهم لفترة زمنية طويلة. شخصية خميس اللي هم 3 شخصيات عصابة في الفيلم، يحاولون يسرقون شنطة، هم على بالهم من الشنطة هاي فيها كنز وفيها أمور كذا، وهو موضوع الشنطة موضوع غامض يعني، وكل ما يعملون خطات تفشل يعني بالأخير ما راح يحصلون شيء نهائيا. وهذا الموضوع خليناه عشان فيه سيزن 2، في نسخة ثانية إن شاء الله، أو ترقبوها يعني. أنا عامل شخصية سبت في الفيلم، وهو يعني هو بيخاف جدا، يعني هو من أول الفيلم وهو خايف مش عايز يعمل أي حاجة، بس في آخر الفيلم بيتجرأ وبيقرر إن هو يعمل حاجة أخيرا، وما بنستفادش أي حاجة لأن هو في الآخر ما بيعرفش يعمل أي حاجة، يعني هو دي طبيعته. فهو شخصية كوميدية لذيذة جدا، بيحاول كده دايما يربط صحابه ما بينهم وبين بعض، بيحاول دايما ان هو يعني يدور على الاحسن في حياتهم، بس هم بيسمعوه في اوقات قليله جدا. بس دي بالنسبه للشخصيه يعني.
سعيد طبعا. كل احيانا لما يدعوني لافلام الشباب، بدات السينما الاماراتيه في تطور على ايد هؤلاء الشباب، وان شاء الله نشوف افلام اكبر وافلام انتاجها اكبر من كذي، ونتمنى كل النجاح للشباب، لان انا سعيد جدا سواء تجربه اخوي احمد او تجارب الاخرين من الشباب، كلهم هاي عيالي وحاب اني احضر لهم واتمنى يكون الفيلم حلو ان شاء الله. نسيم فيلم إماراتي يبرز الطموح الفني اللامحدود والمستقبل المشرق للسينما الإماراتية التي باتت بتجاربها تحتل مكانة مرموقة في الخارطة الخليجية والعربية والدولية بفضل عطاءات مبدعيها وفي ظل الرؤية الثقافية والفنية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم أنا مش البطل، الأبطال واقفين قدامي هنا.